ها هي بعثة المنتخب الوطني تحل مساء الأحد بمدينة جدة السعودية في إطار التحضيرات الجادة لخوض مواجهتين وديتين أمام كل من زيمبابوي والسعودية ضمن استعدادات الخضر لكأس إفريقيا المقبلة بالمغرب. الرحلة كانت خاصة ومباشرة من العاصمة الجزائرية، حملت معها روح التفاؤل والطموح نحو أداء قوي يرضي الجماهير الجزائرية. شاهد معنا التفاصيل. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني نشرت صورا لوصول البعثة إلى مطار جدة، حيث ظهر اللاعبون بمعنويات عالية وتركيز واضح على العمل والتحضير للمباريات القادمة. أجواء الوصول كانت منظمة وهادئة، تعكس الانضباط الذي يميز المنتخب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم الرياضي. وقد كان في استقبال الوفد الجزائري القنصل العام للجمهورية الجزائرية بمدينة جدة، الذي رحب بأعضاء البعثة الوطنية وأكد دعمه الكامل لهم خلال فترة إقامتهم بالسعودية. هذه اللفتة الدبلوماسية حملت طابعا رمزيا مهما، عزز من معنويات اللاعبين قبل انطلاق التحضيرات الرسمية. رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيخوضون المباراتين التحضيريتين بمدينة جدة، الأولى أمام زيمبابوي والثانية أمام المنتخب السعودي. هدف الطاقم الفني واضح: الوصول إلى الجاهزية القصوى قبل الموعد الإفريقي الكبير في المغرب. في الختام، ما رأيكم في استعدادات الخضر قبل كأس إفريقيا؟ وهل تتوقعون ظهورا قويا في وديتي زيمبابوي والسعودية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.